في إحدى الليالي الهادئة حيث كان القمر يضيء السماء بلونه الفضي، جلست في حديقة منزلي أتأمل النجوم البعيدة. كان الهواء لطيفاً، وكل شيء بدا هادئاً حتى بدأت أسمع همسات غريبة حولي. في البداية، ظننت أنني أتخيل الأمر، لكن سرعان ما تحول الخيال إلى واقع عندما لاحظت ظلاً داكناً يقترب مني من وراء الأشجار. لم أكن خائفاً، بل شعرت بفضول غريب يدفعني لاستكشاف الأمر. تقدمت بحذر نحو الظل، الذي تبين أنه كان لكائن بدا وكأنه الجن. توهجت عينيه باللون الأخضر، وكان ينظر إلي بشكل مباشر، وكأنه يرغب في التواصل معي. بدأ الحوار بيننا بصمت، إذ شعرت بأن الكلمات تأتي إلى عقلي من دون الحاجة إلى النطق بها. قال لي: لا تخف، أنا لست هنا لأؤذيك، بل لأشاركك بعض الأسرار التي لن تجدها في عالمك. شعرت بلحظات من الدهشة والتردد، لكن فضولي دفعني للاستماع إلى ما يود قوله. تحدث الجن عن عالمهم الغريب والمليء بالأسرار، وعن قدراتهم التي تتجاوز ما نعرفه كبشر. أخبرني أن عالم الجن يتعايش بشكل غير مرئي مع عالمنا، وأنهم أحياناً يراقبوننا بفضول مثلما أقوم الآن بمراقبته. كانت تلك المحادثة أحد أغرب التجارب في حياتي. ومع انتهاء الليل وبدء ظهور خيوط الفجر الأولى، شعرت بأنه علي العودة إلى عالمي وترك مملكة الغموض خلفي. اختفى الجن كما ظهر، في صمت غريب، تاركاً إياي مع فكر أن العوالم غير المرئية قد تكون أقرب إلينا مما ندرك.